ليه أغلب الناس مش بتوصل لأهدافها؟ خليني أسألك سؤال بسيط جدا. عمرك كتبت هدف وقلت السنة دي هتكون مختلفة، وبعد كام شهر لاحظت إن مفيش حاجة اتغيرت؟ ده مش لأنك فاشل ولا عشان إمكانياتك قليلة، ولكن لأن في حاجات محدش علمهالك. النهاردة أنا مش جاية أديلك تحفيز وخلاص، أنا جاية أفهمكم ليه الناس أصلا مش بتوصل لأهدافها. لأن لما تفهم ده، نص مشاكلك هتتحل. السبب الأول، الناس مش فاهمة يعني إيه هدف. أغلب الناس فاكرين إن الهدف حاجة كبيرة زي الفلوس الكتير أو النجاح، بس ده مش هدف، ده شكل حياة. مثال بسيط، لما يجي واحد ويقول أنا عايز أبقى ناجح، ونسأله عايز تبقى ناجح ازاي او امتى او ناجح في ايه، ما يبقاش عنده اجابة. الخلاصة، لو انت مش محدد هدفك وفاكر ان اي طريق هيوصلك، عمرك ما هتوصل. السبب التاني وهو انك تعتمد على الحماس بس. الناس بتفتكر ان انا لازم اكون حاسس ان انا عايز اعمل الحاجة دي، بس الحقيقة ان محدش بينجح وهو مستني الاحساس ده. زي مثلا اول يوم تروح فيه الجيم بتكون متحمس جدا، او اول اسبوع في الدايت بتبقى متحمس جدا، وبعد فترة بتحس بالملل. افتكر دايما ان النجاح بيحصل في الايام اللي مش حابب تكمل فيها. السبب التالت وهو الخوف. في ناس ما بتبدأش عشان خايفين، وفي ناس بتبدأ وما بتكملش بسبب الخوف. الخوف من الفشل ومن كلام الناس ومن التجربة نفسها. الخوف مش علامة على انك غلط، الخوف علامة على انك بره منطقة الراحة بتاعتك. مثال بسيط، أول مرة بتسوق فيها العربية، وأول مرة بتتكلم قدام الناس، أو أول مرة بتبدأ فيها حاجة جديدة، أكيد هتحس بالخوف، بس ما تخليش الخوف ده يوقفك. السبب الرابع، التسويف. التسويف ده مش كسل، التسويف خوف متنكر. الناس بتفضل تقول أنا بكرة هبدأ، أو لما الظروف تتحسن هبقى أبدأ، أو لما أبقى جاهز، بس ده ما بيحصلش أبدا. لو استنيت تبقى جاهز، عمرك ما هتبدأ. السبب الخامس وهو البيئة اللي حواليك. فكر كده معايا، عمرك حاولت تطلع سلم ولقيت حد بيشدك لتحت؟ البيئة دي عبارة عن الناس اللي حواليك، أو الكلام اللي انت بتسمعه، أو المحتوى اللي انت بتتفرج عليه. في حقيقة بتقول إن أقوى إرادة في العالم بتخسر قدام البيئة الغلط. السبب السادس وهو إنك تستسلم بدري. أغلب الناس بتقف قبل النجاح بخطوة. ليه؟ لأنها فاكرة إن التعب ده معناه فشل، بس الحقيقة إن التعب جزء من الطريق، مش علامة على إنك غلط. أي حد ناجح بيمر بمرحلة أنا تعبت ومش عايز أكمل، بس هما ما بيستسلموش عشان كده نجحوا. الخلاصة، الناس مش فاشلة، الناس ما تعلموش ازاي يحطوا هدف واضح، ما تعلموش ازاي يكملوا من غير حماس، ما تعلموش ازاي يتعاملوا مع الخوف، وما تعلموش ازاي يختاروا البيئة الصح، وما تعلموش ازاي يصبروا على تحقيق أهدافهم. لو وصلت معايا لحد هنا، ده معناه انك شخص ناوي يفهم نفسه. اكتبلي في التعليقات ايه اكتر حاجة معطلاك وموقفاك عن النجاح. ولو حاسس ان الفيديو ده لمس حاجة جواك، شاركه مع غيرك عشان يستفيد.